لو حاسس ان التاسك تقيل على قلبك اعملها دلوقتي. مساء الفل. عمرك حسيت ان انت عندك حاجه مهمه المفروض تبدا تشتغل عليها وانت بتتهرب منها؟ بتصحى من النوم نشيط جدا واول ما بتيجي على بالك بتبدا تكسل، بتروح الشغل وتقعد تفرك، تقعد ترد على الايميلات المتاخره، تلف على اصحابك تسلم عليهم وتهرب منها وما تحبش تشتغل عليها. اهلا وسهلا بحضراتكم في البروكراستينيشن. في كتاب اسمه ايت ذا فروج. براين تريسي بيتكلم في الكتاب عن ان في حياه كل واحد فينا مهمه معينه، المهمة دي بتكون فاصلة في حياته وهي اللي ممكن تكون سبب في ترقيته أو تكون سبب في رفضه، ولكن هي عشان تقيل على قلب الواحد ممكن يقعد يأجل فيها بحجة إنه عنده حاجات تانية، بس هو من جواه بيبقى مخنوق ومش مرتاح. طيب إزاي أقدر أطلع من التاسكات اللي عندي الفروج اللي فيهم؟ براين تريسي بيقول في الكتاب في سؤال ممكن تسأله لنفسك عشان تعرف تجاوب على السؤال ده. اسأل نفسك ايه التاسك اللي لو قعدت تشتغل عليها يوم كامل وخلصتها هتحس براحة كبيرة جدا، وكمان هتعمل لك نقلة مهمة جدا في حياتك سواء في الشركة أو في حياتك الشخصية. التاسك اللي هتطلع بيها من إجابة السؤال ده في الأغلب هتبقى هي ديت الفروج بتاعتك. طيب هعمل ايه عشان اخلصها؟ لما بيكون عندنا تاسكات من النوع ده بتبقى في الاغلب تاسك كبيره ومعقده، وهو ده السبب من الاول اللي مخلينا مش قادرين نشتغل عليها. فواحده من الحاجات اللي ممكن تساعدنا ان احنا ننجزها اننا نعمل لها بريك داون ونكسرها. اعمل تو دو ليست للتاسك دي واشتغل عليها على شكل بايتس صغيره، وخلي كل بايت تاخد منك حوالي 10 دقائق. في الحاله دي هتلاقي التاسك بقى شكلها احسن واسهل قدامك، وفي نفس الوقت كل ما هتخلص بايت منها هتحس ان انت عمال بتنجز، وساعتها هتتشجع انك تخش على اللي بعده وتخلصه برضه. ونشوفكم الحلقه الجايه.